الله الرحمن الرحيم. يا أهلنا في إدلب، إن كان الله معنا لماذا نخاف؟ إن كان الله معنا ماذا نخشى؟ إن كان الله يدافع عن الذين آمنوا ماذا نرهب؟ نقول لروسيا: ها هي ساحات المعارك أمامكم يا جنود الروس، والله والذي نفسي بيده ستذوقن الذل الذي ذاقه بشار، وإيران ستسمع روسيا تكبيرنا في المعارك والمساجد، فلن يخيب الله عبدا قدره، ولن يخيب الله عبدا كبره، فالله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن كانت روسيا التي أخذ لها خطاب بقوة الله فإنها سترى في الشام بإذن الله 1000 خطاب، والله لنعيدن جحيم الروس إلى بلاد الشام. يا أهلنا في إدلب، اليوم يظهر كل شخص على حقيقته، اليوم تظهر كل كتيبة على حقيقتها، اليوم يظهر كل فصيل على منهجه، وسيعرف أهل الشام الصادق منا والكاذب، وسيعرف أهل الشام العدو منا من الصديق، ليميز الله الخبيث من الطيب. نريد أن نقول لتركيا وإيران وروسيا: إن خذلتنا فصائلنا وباعت وصالحت فإن أحرار إدلب لن تخذل، ستعيد الثورة إلى ما خرجت من أجله. هي لله هي لله، لن نركع إلا لله، هي قائدنا للأبد سيدنا محمد، لا إله إلا الله والخلافة وعد الله. ويا أيها العناصر المخلصين، أنتم أمل الأمة وبيضة القبان، لا تنتظروا التحرك من قادة،